ازيكم؟ معاكم دينا حاتم. قولولي كده، مين فينا ما بيحبش الطعمية وهي لسه طالعة من الزيت وسخنة كده، مع شوية بتنجان وبطاطس وسلطة طماطم وطحينة؟ بجد احلى ميكس ممكن الواحد يفطر بيه، حاجة كده خطيرة. تعالوا النهاردة نشوف ازاي مع بعض نعمل احلى عجينة طعمية في البيت، وتبقى احلى من اللي بنجيبها من بره مليون مرة. اول حاجة هنجيب الكبة، واللي عنده مفرمة يستخدمها، تمام، مفيش اي مشكلة، بس احنا تسهيلا هنعملها بالكبة. هنحتاج واحدة من الكرات، وهنحتاج ورق بصل اخضر، وهنحتاج بصلاية صغيرة، وست سبع كده فصوص من الثوم. احنا مش هنحتاج اكتر من الحاجات دي، مع شوية كزبرة خضرة، ومش هنكتر من الكزبرة. احنا السر بتاعنا هنا النهاردة عشان نعمل عجينة طعمية تكون فاتحة وما تبقاش بتغمق كده زي اللي متعودين كنا نعملها زمان او الامهات بيعملوها، ان دايما كانوا بيكتروا الخضرة. فاحنا لا، احنا هنحط واحدة بس من الكرات، وورقتين كده من الكرات، ومع شوية ورق من البصل الاخضر، بصلايه صغيره، وكام فص من الثوم، وكزبره خضراء وبس، ومش هنكتر كمان كزبره خضراء. وهنا ده نص كيلو من الفول المدشوش، احنا نقعينه، انا نقعته 3 ساعات. وبعد كده حطيته، هبتدي احطه بعد ما صفيته طبعا، هبتدي احطه. انا خلطت في الاول الخضار بتاعنا، وابتديت احط شويه بشويه الفول المدشوش واضرب، وفي النص كده بفتح وانزل اي حاجه متعلقه في الجوانب. وانا هنا هنستخدم ميه مش كتير، يعني بالكتير خالص خالص نص كوبايه ميه هنحطها بالتدريج، لمجرد ان احنا تساعد الكبه بتاعتنا انها تلف. واهم حاجه اني انا بضيف الفول المدشوش شويه بشويه، وكل مره بضيف شويه، بحط كده معلقه صغيره من الميه علشان تساعد الكبه. وهنا برضو في النص لازم برضو بفتح وبنزل اي عجينه من الجنب واقلبها عشان اتاكد ان الفول كله اندمج وكله اتطحن كويس جدا. ودي اخر كميه حطيتهم، وحطيت اخر شويه ميه، وما تكتروش الميه يا جماعه. انا بحاول يعني باقل كميه ميه، اني انا مجرد بس اساعد الكبه وهي بتلف، وتبقى عندي في الاخر النتيجه دي. هي هتاخد شوية وقت كده من 5 دقايق، يعني 7 دقايق بالكتير خالص. الخطوة دي بقى مهمة جدا. انا هنا جبت العجان وحطيت فيه السلاح ده، اللي هو مش بتاع العجن التقيل ولا المضرب. انا حطيت السلاح الوسطاني وعجنت بيه كويس جدا، وممكن نستبدله بمضرب بيض. هنضرب العجينة كويس جدا، اقل حاجة 5 دقايق عشان يدخل لها كمية هواء وتكون هشة معانا جدا من جوه. هنا بقى انا خدت شويه علشان هحمرهم دلوقتي، فانا حطيت على شويه دول. طبعا احنا ما حطيناش اي توابل، فهحط نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكزبره الناشفه، رشه من الكمون، ورشه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا المتاح عندنا. تمام، وهقلب كل ده. وبعد كده هجيب العجينه بتاعتنا، وهبل ايديا بشويه ميه خفيفه، وده سمسم عليه شويه كزبره مطحونه ناشفه ومطحونه خشن، هحطهم. هجيب العجينه كده واعملها بالشكل ده زي قرص كده صغير، واحطه في السمسم. وبعد كده هقليه في زيت يكون يعني درجه حرارته مش بيغلي، متوسطه شويه، علشان يلحق تستوي كويس من جوه. وهبتدي اقلب، هي مش هتاخد وقت معانا، وزي ما انتم كده شايفين شكلها تحفه. ما غمقتش طبعا زي ما كنا بنبقى مكترين الخضره ما بتكتر بتغمق معانا اللون جدا. هتطلع معاكم خطيره. عايزه اقول لكم انه الكميه دي بتاعت النص كيلو من الفول المدشوش دي عملت لنا 4 اكياس شلناهم في الفريزر، غير الكميه اللي احنا حمرناها، فهتعمل معاكم كميه حلوه جدا. وطبعا احنا بنشيلها في الفريزر من غير اي توابل، لما نيجي نستخدمها بنطلعها، وفي وقتها بنحط التوابل بتاعتنا كلها. السمسم والكزبره دي حاجه اختياريه، بس بتدي طعم حلو جدا جدا للطعميه. هنطلع بقى الطعميه بتاعتنا على مناديل المطبخ، او لو حابين نحتفظ بالقرمشه بتاعتها هنطلعها على مصفى. ومش قادره اقول لكم بقى طعمها وريحتها بجد خطيره. اعملوها بالتكنيك ده وبالطريقه دي، هتعجبكم جدا، وسهله ما بتاخدش اي وقت. وبصوا قد ايه، يعني من بره هي كانت مقرمشه جدا وهشه. رشه البيكنج باودر او البيكنج صودا دي بتفرق جدا. الفتره اللي احنا ضربنا فيها كده بالعجان او بمضرب البيض دي هتفرق جدا في النتيجه. هنجيب بقى العيش البلدي وهنعمل لنا ساندويتش كده خطير، شويه بتنجان وشويه بطاطس مع الطعميه وشويه سلطه طحينه وطماطم. احلى ميكس واحلى فطار، جربوها بجد. احلى طعمية ممكن تجربوها وهتعجبكم جدا. ومتنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب على القناة على اليوتيوب.